السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة شيوات مطبخي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي هو عبارة عن طبق ديال الكفتة السردين بطريقة سهلة وبسيطة وتقليدية، وكلكم تبارك الله كتحضروا هذه الوصفة. ولكن انا اليوم غادي نضيف بعض المكونات اللي غادي تبدل المذاق وترجع هذه الكفتة ديال السردين بمذاق الكفتة ديال اللحم، بلا شحمة بلا والو. غير تبعوا معايا الفيديو، انا متاكده غادي تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وترجع المعتمده عندكم. بسم الله. غادي نبداو اولا بالكفته. عندي هنا كيلو ديال السردين اللي سبق لي وغسلته مزيان ونقيته، زولت له السلسول ديالو، زولت له ديك القشره اللي كتكون على برا، المهم خليت له غير الهبره ديال السردين وغسلته مزيان وعصرت عليه شويه ديال الحامض ورجعت شللته وخليته حتى استقطر مزيان. عاد طحنته غير في الطحانه ديال الربيع. غادي نضيف عليه شويه ديال البصله اللي قطعتها رقيقه حتى هي في الطحانه ديال الربيع، او تحكوها في الحكاكه اللي كنحكو فيها مطيشه. وكنضيف غير ضريس ديال الثومه، وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال القزبور معدنوس، وكيكون المعدنوس اكثر من القزبور. وغادي نضيف شويه ديال النعناع مجفف يعني ناشف. هاد النعناع انا كنجيبو في الصيف، كنغسلوه وكنقيه وكنفرش له واحد المنيدل وكنخليه يبس غير في الظل حتى كيبس وكنجمعوه. لما كنتوش متوفرين عليه في هذا الوقت تقدروا ديروا غير النعناع الطري، كتقطعوه بحال الربيع. هذا النعناع كيعطي واحد المذاق زوين للسردين. كنضيف شويه ديال الفلفله حمراء، تقريبا واحد المعلقه صغيره. مازال غادي نضيفوها في لاصوص. شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار او فلفل اسود غير شويه، شويه ديال السكينجبير، وكنضيف قياس معلقه صغيره ديال صوص صوجا اللي كتبقى اختياريه، ولكن كتعطي واحد المذاق زوين لهذا الطبق ديال الكفته ديال السردين. والمكون الاخير وهو المورتاديلا. كاين غادي نحكها في الحكاكه بهذا الشكل هذا هو المكون اللي كيعطي واحد المذاق خطير لهذه الكفته. كيجي واحد المذاق في هذه الكفته بحال المذاق ديال بحال كتاكلوا الكفته ديال اللحم. هانتوما تقريبا درت غير واحد شويه. في الاخير غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، ما كنكثروش من الملحه لحقاش فيها صوص صوجا وفيها المورتاديلا. ندير غير واحد شويه ديال الملحه باش ما تجيناش الكفته مالحه صافي. وغادي نخلط الكل مزيان، غادي نحاول نخلط بيدي. دابا غادي نغطيها ونخليها على جنب وندوز باش نوجد لاصوص ديال المطيشه فاش غادي نطيبوا هاد الكويرات ديال الكفته. جبت مقله وضعت فيها واحد الكميه من زيت الزيتون. تقدروا طيبوا حتى هاد الوصفه في الطاجين ممكن، ولا في الكوكوط، ولا في اي حاجه، ولا في الطنجره. كتجيبوا الاناء اللي غادي طيبوا فيه. كنوضع فيها شويه ديال البصله قطعه رقيقه، ولا تقدروا تحكوها. هذه اللي نقصت من الكفته ديال السردين. غادي نخليها تشحر شويه، نضيف عليها واحد الضريس ديال الثومه، نبقى كندي فيها ونجيب حتى تشحر لي مزيان. ما نضيفش عليها مطيشه مباشره، غادي نخليها حتى تشحر لحقاش مطيشه دغيا كطيب. بعد ما تشحرات البصله غادي نضيف عليها المطيشه. هنا عندي تقريبا واحد 3 ديال الحبات ديال المطيشه متوسطين ماشي كبار. المهم الكميه كتبقى على حساب افراد العائله. نخلط الكل مزيان، نخليهم يتشحروا مع بعضياتهم واحد شويه. نضيف قياس معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، ونرجع نخلط الكل مزيان.
وغادي نضيف قياس معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. وكما سبق لي وقلت لكم المعدنوس كيكون اكثر من القزبر. نخلط الكل نخليها كتقلى. وغادي نضيف العطريه. غادي نضيف نفس العطريه اللي درت في الكفته. ندير شويه ديال الفلفله حمراء تقريبا واحد المعلقه صغيره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار او فلفل اسود غير شويه، شويه ديال السكينجبير، واحد راس معلقه صغيره ديال الخرقوم. في الاخير كنضيف الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق. نحرك الكل مزيان وغادي نغطيها ونخليها تشحر شويه. بعد ما تشحرت لي المطيشه مع البصله كنضيف لها شويه ديال الماء، كنرويها بالماء. نضيف لها واحد جوج وريقات ديال الرند، شويه ديال الفلفله حاره اللي كتبقى اختياريه، اللي بغاها يضيفها واللي ما بغاهاش يقدر يستغنى عليها. نحرك الكل وغادي نرجع نغطيها وغادي ندوز نوجد الكويرات ديال السردين. وكندوز مباشره نشكل الكويرات ديال الكفته في الوقت اللي لاصوص ديال المطيشه راه كطيب، ولكن ما كنغفلش عليها، راه مره كنطلع عليها. بالنسبه للحجم ديال الكويرات كيبقى اختياري. بغيتو الكويرات يكونوا كبار كتديروهم كبار، بغيتوهم صغار صغروا. انا كنديرهم شويه متوسطين وصافي. غادي نستمر بهذه الطريقه كنشكل في هذه الكويرات حتى نكمل الكميه اللي عندي وغادي نرجع معكم. هنا بعد ما طابت مطيشه كتشوفوا طابت مزيان وتعلكت. غادي نضيف الكويرات ديال الكفته. كنضيف الحامض مصير، كنضيف واحد جوج مزيودات ديال الحر. في الاخير كنضيف واحد الرشيشه ديال الزعتر المطحون، نرجع نغطي عليها ونخليها حتى تطيب ونشوفوها ان شاء الله في الشكل النهائي. صافي الكفته راها طابت، وكي كتشوفوا لاصوص خاطره وما خليتهاش حتى نشفات بزاف. خليت فيها شويه ديال المرقه، جات رائعه ولذيذه بزاف. واذا جربتوها بهذه الطريقه وبهذه المكونات ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. انا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم، غير جربوها. وما تنساونيش من لي لايك والتعاليق والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره كنتمنى فضلا منه وليس امر يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. شكرا على المتابعه ومع السلامه الى فيديو وصفه جديده.